السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جالكم فيديو جديد وروتين جديد، اتمنى ان يعجبكم. لو عجبك ما تنسيش تأميني باللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي جرس الاشارات عشان يوصلك كل جديد بقدمه. النهارده بقى حبيت اشارك معاكم فطوري. انا كنت مشاركاه معاكم عامله الفطور ده على الفيديوهات اللي هي القصيره. ابتديت شويه اغير نظام الاكل. هنا قلت بقى اعمل لقيت حد اعمل الوجبه بتاع الفطور دي، فحبيت بصراحه ان انا اعملها. عملت كده بيضتين بملح وفلفل، وقطعت شرايح طماطم حطيتها على ربع معلقه زبده، مش كتير يعني، ونزلت عليها بالبيض. وبعد كده حطيت نص رغيف عيش، اسمها نصين، والنص التاني عادي بستخدمه تاني يعني بالشكل ده. وهبتدي بقى ان انا اقلبه على الناحيه التانية واسيبه يتحمص كده من تحت شويه. وده كده كان شكله حرفيا فطار حلو جدا جدا، مع جبنه بقى او مع سلطه زي ما تحبوا. بيبقى خطير 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 بمعنى الكلمه. انا عن نفسي يعني عايزه اقول لكم انا بعمله كل يوم دلوقتي، انا حبيته جدا 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 يعني. بس والنهارده بقى كانت التنظيفه بتاعه البيت. حبيت ان اشاركها معاكم، عشان بقى لو حد زي كده وحابب ان هو يتشجع ويقوم يشيل بقى يفتح الشبابيك بقى ويشيل كل حاجه زي ما انا ما عملت. بصراحه ده اكتر حاجه انا بالنسبه لي بحبها، وبحس فعلا البيت نظيف قوي لما التنظيفات اليوميه دي عاديه. يعني هو مثلا كل يوم بقى بنكنس او كده، ده طبيعي. النهارده بقى قلت بصراحة هشيل السجاد. معلش اسفة لو شايفة المروحة دوشة، بس بصراحة الجو حر جدا جدا. قلت بقى هشيل السجاد وهدي بقى للبيت مسحة. وقبلها كنت عاملة الأوضة بتاعتنا، وبرضو كنت شايلة سجادها وكل حاجة، حتى قلت لكم في الفيديو اللي قبليه. بس انا بصراحة ما بقتش يعني برضو مش دايما بعرف اعمل كله في نفس اليوم، عشان انا بصراحة ما بيكونش عندي الوقت الكافي ان انا مثلا اعمل البيت كله مرة واحدة. فقبلها كنت عاملة الأوضة اللي احنا بتاعتنا وكده. والنهاردة بقى هعمل عملت الصالة، وكنت عاملة برضو مع نفسي المطبخ، برضو كنت شايلة السجاد بتاعه ومسحاه وكل حاجة. فبيت ما شاء الله، يعني البيت كله منضفة الحمد لله. يعني البيت كله شلت السجاد بتاعه، بس مش كله مرة واحدة بصراحة، لان ده يبقى صعب عليا. هنا بقى شلت السجاد، وبعد كده مسكت بقى كنست. وهنا بقى جبت المساحة كده، وابتديت ان انا امسح الارضيات. بتبقى زي شايفين زي تلميعة كده، وبتكون عليها معطر، بتدي ريحة حلوة جدا جدا في البيت. فبتكون بصراحة يعني راحة نفسية. ف يعني المسيح بصراحة بيفرق عن ان انت بتكنسي كده وخلاص، فاهمين قصدي؟ فهنا بقى مسحت كده. بعد ما مسحت فرشت طبعا، بعد ما نشفت جيت هنا بقى للترابيزه. طبعا بتبقى عليها طبعات بسبب سليم بيعمل حاجه مش عارفه ايه. فالترابيزه ان لونها ابيض فبتطبع. الترابيزه دي حلوه جدا، بس مش حلو فيها ان هي ابتدت خلاص. ابتدى كده، انتم مش هتبقى مش واضحه ليكم، بس ابتدت تقشر يعني سيكه شويه. ف... فدي برضو حاجه مش كويسه يعني. بس هي حلوه يعني، ما كانتش غاليه اصلا ساعتها. اكيد دلوقتي سعرها ممكن يجي يعني يبقى غالي شويه، بس ساعتها ما كانتش غاليه. تمام تمام. المهم هنا بقى مسحت الترابيزه بالشكل ده، وحطيت كده المفروش. انا عندي كمان الشقه الجو فيها صعب جدا جدا جدا، كمان جو حر قوي يعني. ربنا يا رب يجرنا من عذاب النار. ما تنسوش تدعوا لاهلنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب ويثبت اقدامهم، اللهم امين يا رب العالمين. المهم هنا بقى حطيت الفازه كده والمبخره دي حلوين جدا جدا. انا عايزه اقول لكم ساعه العيد انا كنت مصوره لكم، اول ما جبتهم كنت مصوره لكم كمان البيج اللي انا جبت منها، بس ما اعرفش الفيديو ما نزلتوش ليه، ومش فاكره هو لو لسه موجود ممكن ابقى يعني اوريكم البيج او كده على
حلوة جدا جدا بصراحة. يعني الفينش بتاعها حلو جدا وقيم جدا. أنا عن نفسي ما تخيلتش ان هي تكون يعني بالحلاوة دي. لان سعرها يعني مش عايزة اقولكم، هي سعرها 105. ف يعني ككواليتي وفينش كله تحفة تحفة حرفيا. هي حجمها مش كبير بس حلوة قوي 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 قوي. بس هي اكيد ممكن تكون بتعمل مثلا احجام اكبر من كده اكيد يعني، بس مش عارفة بصراحة. بس انا عن نفسي عجبتني جدا جدا. وطلبنا منها الاخت كمان واحدة لان عجبتها قوي بصراحة. خطيرة 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 حرفيا تحفة. والبنوتة دي كانت اثارها حلوة جدا. فلو لقيت لكم الفيديو اللي هو بفتح فيه ساعة ما جبتها وكده، ولان كانت حاطة الكارت بتاع البيتش، حتى التقفيل بتاعها هي نفسها تقفيل الحاجة بقى والشنطة اللي جاية فيها والكارت عاملة كارت. بصوا حاجة قمر قمر قمر. فالبراند بتاعتها حلوة جدا. المهم هنا برضو مسحت الترابيزة دي وحطيت كده، رجعت الحاجات دي اضاءة كنت جايباها من شيئين، واسلم طبعا مصر ان احنا نطلعها فطلعتها له. بس هي اضاءة عايزة حد يعني يتصور اكتر او كده. كنا جايبينها ساعتها انا واختي، كنا جايبينها على عيد ميلادي، على عيد ميلادنا. ف ما تصورناش اصلا، حصل ساعتها حاجه وما تصورناش. بس فخليناها بعد سليم وكده. بس هي اكتر يعني ممكن تنفع في التصوير لان هي يعني حلوه مش وحشه. ومسحت كمان الجزامه وندخل بقى على الغدا. هنا بقى كنت هعمل سمك ده فيليه. انا جايبه كده يعني هو جاي متبل. انا خليت جوزي جاب، بس ما كنتش عارفه ان هو يجي متبل، بس جاي متبل. عايزه اقول لكم طلع خطير خطير خطير. والتتبيله اللي عليه حلوه جدا ونظيف جدا جدا جدا. ده مبدئيا يعني بصراحه عجبني قوي قوي. انا كان ليا تجربه قبل كده مع السمك الفيليه، بس كنت جايباه اللي هو بيكون مجمد. بصراحه ما حبيتوش خالص خالص خالص. ومن ساعتها اصلا ما دخلتهوش البيت. بس جيت بقى قلت اجيب اللي هو طازه، يعني اشوف طعمه هيبقى عامل ايه. ده سمك بلطي عادي بس خلينه تمام. فجالي بقى متبل. اول حاجه التتبيله اللي عليه مش حاطين اي تتبيله خلاص، لا التتبيله حلوه جدا، فيها جزر، فيها كل حاجه، فيها توم، فيها خضره. فتتبيله خطيره خطيره خطيره. وهو طلع طعمه حرفيا قمر. انت طبعا ممكن تقليه بقى بدقيق وحاجات زي كده. انا شويته، حطيت كده حبه زيت في الصينيه، وحطيت السمك ودخلته الفرن. وهنا كنت اعمل رز حبه حبه، ما كنتش برضو احط بصل ولا اي حاجه. يعني كان اكل كله خفيف في خفيف. وانا الفتره دي بحاول ابدل المقليات بان حاجه تبقى مشويه. المهم هنا عملت رز حبه حبه. لو بتحمري حبه رز الاول خليهم يتحمروا كده يبقى لونهم بني، وبعد كده تنزلي بالرز التاني تديله تقلبتين، وبعد كده تحطي الميه. ده كده كان السمك والرز. وعملت كمان سلطه. اكل حلوه جدا وخفيفه وسريعه جدا.